بيبدأ الفيلم بتاعنا بعربية سودا بتلبس في الحيطة وبينزل منها عمكو جون ويك، وده هنعرفه كويس قدام، وبيكون متصاب جدا وعمال ينزف وبيخرج تليفونه وبيقعد يتفرج على فيديو ليه هو ومراته، وبعديها بيغمى عليه. وبعد كده بنرجع شوية بالزمن لورا، ساعتها بيقوم جون من نومه وبيدخل الحمام وبيقعد يفتكر ذكرياته ولحظاته الحلوة مع مراته اللي كانت تعبانة من سنين بمرض السرطان. بيروح لها المستشفى، بس للأسف ده بيكون يومها الأخير في الدنيا دي وبتموت، وبيقعد جون منهار من العياط وبيعيط بحرقة على مراته لأنه كان بيحبها جدا. بياخد ساعتها السلسله بتاعتها عشان تفكروا بيها. وفي الجنازه بتاعت مراته بيروح لجون واحد اسمه ماركوس وبيعزيه في مراته، وبيساله جون وقتها وبيقول له ايه اللي جابك هنا، فبيقول له انه جاي يسال على صاحبه القديم، وبيقول له انه يحاول يتاقلم وما يحملش نفسه ذنب حاجه هو ملهوش دعوه بيها. وبعد كده بيسلم عليه ماركوس وبيسيبه ويمشي، بس بنعرف ان ماركوس ده قاتل محترف. وبعد العزاء بيجي لجون طرد، والطرد بيكون عباره عن كلب اسمه ليزي، وبيلاقي كمان في جواب من مراته بتقول له فيه ان الكلب ده هديه منها عشان ما يكونش قاعد لوحده، وبتقول له كمان ان الموت هيكون راحه بالنسبه لها انه يدور على راحته في الدنيا دي هو كمان. فبيتاثر جون جدا من كلامها وبيخرج الكلب من الصندوق بتاعه، ولما بيجي وقت النوم بيعمل جون مكان الكلب جنب سريره عشان ينام عليه، ولما بيطلع الصبح بيروح الكلب يصحي جون من نومه، فبيقوم جون من نومه وبيعمل فطار للكلب وليه. وبعد كده بياخد العربيه بتاعته وبيروح يفولها ويحط لها بنزين، وبيجي لمحطه البنزين 3 شباب كانوا جايين برضو يفولوا العربيه، فبيشوف واحد منهم عربيه جون وبتدخل مزاجه وبتعجبه جدا. ومن اللحظه دي بقى احب اقول لكم بتبتدي الكوارث. فبيروح لجون وبيقول له انه عايز يشتري العربيه منه، فبيقول له جون انها مش للبيع، فبيقول له الشاب دوت ان كل حاجه متاحه وللبيع. فبيشتموا الشاب ده، وكان مفكر ان جون مش هيفهم اللغه بتاعته، بس جون بيكون ذكي جدا وبيكون فاهم اللغه دي وبيرد عليه كويس جدا. وبعد كده بيسيبه جون ويمشي، وبيروح جون على البيت وبيكون نايم على السرير في امان الله. بيلاقي الكلب بتاعه عمال ينبح فجاه بصوت عالي وبيتحرك، فبيفتكروا جون انه عايز يعمل حمام ولا حاجه، فبيقوم جون عشان يفتح له الباب ويوديه على الجنينه. بس بيتفاجئ جون لما بيلاقي ان في عصابه عنده في البيت. فجاه بياخد جون ضربه على دماغه من واحد منهم، فبيقع جون على الارض، فبينزلوا العصابه ضرب فيه وبياخدوا مفاتيح العربيه، ولما بيشوفوا الكلب بتاعه بيموتوه قدام عينيه من غير رحمه. وبعدها بيقرب منه واحد من العصابه دي وبيشيل القناع من على وشه، وساعتها بنعرف ان ده اسمه جوزيف. وبيتفاجئ جون لانه بيطلع نفس الشاب اللي شافه في البنزينه وكان عايز العربيه بتاعته، بس جون مرضاش يديها له. وبعد كده بيضرب جون جامد جدا وبيخليه يغمى عليه. ولما بيطلع النهار بيصحى جون وبيلاقي الكلب اللي مراته جابته له مرمي جنبه على الارض وهو ميت، فبياخده يدفنه في الجنينه بكل هدوء، وبيروح ينظف كل الدم اللي في شقته. وبعدها بيروح على جراج العربيات، وبيعرف ساعتها ان عربيه مراته اتسرقت منه، وطبعا ورا هدوءه دوت مش عاصفه وبس، ده دمار شامل. وبنروح بقى للشاب اللي اخد عربيه جون ورايح لورشه العربيات بيها بتاعت واحد كده اسمه اوريليو، وبيطلب منه انه يعمل له اوراق ملكيه للعربيه دي عشان تكون بتاعته. بس اول ما اوريليو بيشوف العربيه دي بيتصدم لانه عارف ان العربيه دي بتاعت جون ويك. فاوريليو بيسال جوزيف وبيقول له انت جبت العربيه دي منين يا باشا؟ فبيقول له جوزيف بكل براده ولا مبالاه انا سرقت العربيه دي من صاحبها وضربت صاحبها كمان وقتلت الكلب بتاعه كمان. فاوريليو بيقف مصدوم وبيقول له خد بعضك من هنا واتكل على الله حالا وما تورينيش وشك. فبيقول له جوزيف اظبط كده وما تنساش نفسك وما تنساش انت بتتكلم مع مين، احنا اللي فتحنا لك المحل بتاعك ده، يعني انت مجرد خادم وشغال عندنا وبس. فبيتعصب اوريليو منه وراح رزع واحده لوكاميه في وشه جابته على الارض. فبيرفع واحد من صحاب جوزيف السلاح على اوريليو، بس صاحبه التاني بيهديه، وجوزيف ساعتها بيقوم من على الارض وبيشتم في اوريليو وهو متعصب وبيهدده انه هيقفله المحل بتاعه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بشويه جون بيروح لاوريليو وبيطلع انهم معرفه قديمه، فجون بيساله عن العربيه بتاعته وبيقول له هل العربيه بتاعتي كانت عندك؟ فبيقول له اه عربيتك كانت هنا مع واحد اسمه جوزيف، وجوزيف ده يبقى ابن فيجو زعيم المافيا الروسيه. وبالصدفه جون كان يعرف فيجو كويس جدا، وبيقول له اوريليو انه قال لجوزيف انه طالما انت سرقت عربيه جون ويك وموت الكلب بتاعه فاكيد الحوار ده مش هيعدي بكل البساطه اللي هو مفكرها، لانه جون ويك يكون اخطر قاتل في المافيا كلها وكل العصابات بتخاف منه وبيعملوا له الف حساب. وبعد كده بيضرب جوزيف وسابه يمشي. فبيتضايق جون وبيطلب من اوريليو يديله عربيه، وفعلا اوريليو بيديله واحده. وبعدها بيتصل فيجو ابو جوزيف على اوريليو وبيقول له انت ليه ضربت ابني؟ فبيقول له اوريليو ابنك عمل كارثه يا حاج فيجو، وده عشان سرق عربيه جون ويك وقتل الكلب بتاعه يا باشا. فبيتصدم فيجو جدا وبيقلق وبيروح لابنه وبيضربه وبيرزعه حته قلم على وشه وبيقول له جهز بقى يا باشا الكفن بتاعك واحفر قبرك بنفسك عشان جون ويك هيقتلك ومش هيسيبك في حالك ومحدش مننا هيعرف يقف قصاده. فبيقول له جوزيف ان جون ويك ده مجرد نكره ولا حاجه اصلا عشان يعرف يقرب لي، وبيساله ليه كل الناس والعصابات بتخاف منه يعني. فبيقطعه ابوه بيقول له ان جون ويك المافيا كلها مسمياه البعبع لان مفيش مهمه فشل انه ينفذها، وبيرعب كل العصابات، وده عشان هو ذكي جدا لدرجه انه في مره قتل 10 اشخاص بقلم رصاص بس. وبيقول فيجو بعد كده لابنه ان جون ويك تقاعد وبطل الشغلانه دي
من ساعه ما اتجوز وبعد عن الاجرام والمافيا، بس بسبب اللي انت عملته يا باشا بسرقه عربيته وموتت كلبه هيرجع تاني للشغل ومش هيرحمك غير لما يموتك. وبعد كده بنروح لجون وهو رايح للقبو بتاعه وبيطلع مطرقه كبيره وبيكسر بيها الارض لغايه ما بيطلع شنطه كبيره من تحت الارض مليانه كلها اسلحه وذهب. فبيجيله في الوقت ده اتصال من فيجو وجون بيرد عليه بس بيفضل ساكت، بس فيجو بيفضل يقوله في التليفون وبيعتذر ليه على عمله ابنه المهببه، بس جون بيكرف ليه كلامه كله وبيقفل في خلقته السكه من غير ما ينطق ولا حرف معاه. وساعتها فيجو بيكون خلاص اتاكد ان جون ناوي يقتل ابنه وبيطلب من المساعد بتاعه ان يبعت رجالتهم كلهم لبيت جون عشان يموتوه. بس لما بيروحوا لبيت جون بيهجم جون عليهم وبيخلص عليهم كلهم من غير ما يتصاب بخدش واحد حتى. وبعدها بيتصل جون على واحد معرفه ليه اسمه تشارلي وبيقول له يجي ياخد الجثث وينظف البيت. ووقتها بقى بيوصل لفيجو اخبار ان جون قتل رجالتهم كلهم، فبيقول للمساعد بتاعه انه كان متاكد ان مفيش حد هيعرف يقف قدام جون ويك، عشان كده بيقول للمساعد بتاعه يعمل مكافاه قيمتها 2 مليون دولار للي هيعرف يموت جون ويك. وتاني يوم بيروح فيجو لماركوس صاحب جون اللي شفناه في بدايه الفيلم وبيعرض عليه انه يقتل جون مقابل 4 مليون دولار. والصدمه ان ماركوس بيوافق على طول وبيقول له صحاب ايه بلانيرة، اهم حاجه الدولارات يابا دي اهم، اخدنا ايه انا من الصحوبيه. وبيجهز القناصه بتاعته عشان يبدا المهمه. لا اصيل يا انكل ماركوس والله. وبيكون في اللحظه دي جون رايح لفندق كونتيننتال الخاص بالمافيا وبيقابل صديقته جيسي اللي بتكون قاتله محترفه جدا زيه، وبيحجز اوضه في الفندق وبيروح يقابل صاحب الفندق اللي بيكون اسمه وانستون وبيساله عن مكان جوزيف ابن فيجو. فبيقول له وانستون انه مستخبي زي الفار في فندق تاني في المدينه. وفي الوقت ده بيكون فيجو في عربيته وبيعرف من المساعد بتاعه انه جون ويك موجود دلوقتي في فندق الكونتيننتال، وبنعرف ان المافيا مانعين اي جريمه تحصل في الفندق ده، واللي هيخلف القواعد والقوانين دي هتبقى المافيا كلها بتطارده وعقوبته هتكون الموت. فبيقرر فيجو وقتها انه هيعمل مكافاه ل 8 مليون دولار للي هيخلص على جون ويك ويموته جوه الفندق. وساعتها بيكون جون بيستعد وبيلبس واقي الرصاص بتاعه وبيجهز اسلحته وبيروح للفندق اللي جوزيف ابن فيجو موجود فيه. واول ما بيدخل جون بيعرف ان رجاله جوزيف في الحمام وبيدخل وبيخلص عليهم كلهم لغايه ما بيفضل شخص واحد بس قبل ما جون يموته بيساله فين جوزيف. فبيقول له الراجل ده ان جوزيف موجود في الجاكوزي ومعاه رجاله كتير قوي بيحموه جوه. وقبل ما الراجل يخلص كلامه بيكون جون ويك خلص عليه ويروح على الجاكوزي، وهناك بقى بيخلص جون عليهم كلهم بمسدس. وبسبب الدوشه اللي حصلت بيسمع جوزيف الصوت هو ورجالته وبيعرفوا ساعتها انه جون ويك وصل. فبيروح جون للمكان اللي جوزيف موجود فيه وبيضرب عليه رصاص، بس الرصاص بيكون جه في الازاز اللي موجود وبيعرف جوزيف انه يهرب منه في اخر لحظه. اما باقي رجالته فبيهجموا على جون وبيسيبوه برصاصه في جنبه فبيموتهم جون كلهم. وبيعرف ان جوزيف خرج من الفندق ساعتها وهرب، فبيخرج جون وبيروح تاني الفندق الكونتيننتال. واول ما بيدخل بيطلب من شارون موظف الاستقبال انه يجيب له دكتور ويبعته له على الاوضه بتاعته. واول ما الدكتور بيوصل بيخيط له الجرح وبيقول له الدكتور ساعتها انه لازم يستريح اسبوع عشان الجرح ما يتفتحش تاني، وبيديله مسكن وبيقول له لو حبيت تتحرك خد من المسكن ده حبايتين. وفي الوقت ده بيكون وصل صاحبه ماركوس وبيكون موجود في سطح العماره اللي قصاده، بيكون عاوز يقتله عشان ياخد ال4 مليون. بس هو بيرجع في كلامه، بس لما بيشوف ماركوس حد داخل اوضه جون عشان يموت بيضرب رصاصه جنبه عشان ينبهه من الشخص اللي دخل. وبتطلع دي صاحبته جيسي اللي بتضرب عليه نار عشان تموته وتاخد المكافاه من فيجو هي كمان. وساعتها بيهجم جون عليها وبيفضلوا يتعاركوا مع بعض لحد ما جون بيخنقها وبتفضل تزحف بره الاوضه زي السلحفه عشان تهرب. بس جون بيمسكها تاني وبيهددها انه هيقتلها لو ما قالتش فين مكان جوزيف. بس فعلا جون بيلاقيها انها ما تعرفش مكانه، بس بتقوله وتعرفه ان فيجو بيجمع كل فلوسه وحاجاته جوه خزنه موجوده في كنيسه ممكن يكون مخبي ابنه جوزيف هناك. وبعد ما بتخلص بيضربها جون على دماغها بالمسدس وخلاها تفقد الوعي. وبيظهر ورا جون قاتل محترف اسمه هاري، فبيقول له جون خلي بالك من جيسي وافضل مراقبه لحد ما ارجع. وتاني يوم بيروح جون للكنيسه وقبل ما بيدخل بياخد حبايتين من المسكن، ولما بيدخل بيخلص على كل رجاله فيجو اللي موجودين هناك. وبعد كده بياخد القسيس اللي موجود هناك وبيقول له يوديه على مكان الخزنه وبيخليه يفتح له. وساعتها جون بيولع في كل الفلوس والاوراق اللي موجوده فيها. ولما بيخرج بيقف فوق مبنى وبيشوف فيجو وهو واقف عند الكنيسه وبيموت القسيس عشان فتح له الخزنه. فبينزل جون من فوق وبيقتل كل رجاله فيجو واحد ورا التاني لحد ما بيجي واحد منهم وبيخبط جون بالعربيه فبيغمى عليه. واول ما بيفوق جون ويرجع لوعيه تاني بيلاقي ان فيجو ربطه جامد في الكرسي وبيساله فيجو انت موتت كل الناس دي عشان خاطر كلب وعربيه بس؟ فبيقول له جون ان الكلب ده كان الحاجه الوحيده اللي باقيه له من مراته، بس ابنك جوزيف اخد كل حاجه منه عشان كده انا هقتله. فبيتعصب ساعتها فيجو جدا وبيأمر رجالته انه يموتوه وبيمشي من المكان كله. وساعتها بيبدا رجاله فيجو يخنقوا جون كان خلاص هيموت، بس على اخر لحظه بيوصل صاحبه ماركوس بينقذه على اخر لحظه وبيقتل واحد منهم. فبيقوم جون وبيهجم على التاني بسرعه وبيفضل يتخانق معاه لحد ما بيخنقه وبيخلص عليه. وبعدها بيطلع وبيفضل يضرب نار على عربيه فيجو وبيقتل السواق بتاعه وبيخلي فيجو يخرج من العربيه. واول ما بينزل فيجو من العربيه بيفضل يتوسل ليه زي القط المبلول كده بالظبط وبيقول له على مكان ابنه جوزيف مقابل انه يسيبه يعيش. وفعلا بيقرر
بيقرر جون انه يسيبه وبياخد بعضه وبيروح على مكان جوزيف. واول ما بيوصل هناك بيفضل يموت رجالته كلهم بالقناصه واحد ورا التاني، وبيقتل كمان صاحبه اللي بيكون قاعد معاه في الاوضه، وبيفجر كل العربيات اللي موجوده في المكان عشان يضمن ان جوزيف مش هيهرب خالص. وساعتها بيترعب جوزيف جدا منه وبيطلع يجري في الجراج على امل انه يهرب، بس جون بيمسكه وبيموته. وساعتها بيوصل الخبر لفيجو ان ابنه مات. وبعد ما جون بيخلص انتقامه بيروح لصاحبه ماركوس وبيشكره عشان انقذه كذا مره، بس الاتنين ما بيكونوش عارفين ان جيسي بتراقبهم من بعيد، وبتروح تقول لفيجو انها شافتهم مع بعض. فبيتعصب فيجو جدا وبيأمر رجالته يروحوا لماركوس البيت، وبيتصل بعدها فيجو بجون وبيقول له ان رجالتي حاليا يا باشا عند صاحبك ماركوس في البيت، وزمانهم دلوقتي بيخلصوا عليه عشان فشل في المهمه اللي انا امرته بيها. فبيلف جون بالعربيه بتاعته فجاه وبيروح على بيته، بس بيكون فات الاوان وبيكونوا خلصوا على صاحبه. وساعتها بيقرر جون انه ينتقم من فيجو ويخلص عليه. وقتها بتكون جيسي ماشيه في الشارع وبتلاقي وانستون صاحب الفندق جالها وبيخلي رجالته يموتوها لانها خالفت قوانين المافيا وموتت واحد جوه فندق الكونتيننتال. وبعدها بيتصل بجون وبيقول له ان فيجو دلوقتي رايح يركب طيارته عشان هيهرب من البلد كلها. فبيروح جون جري وراه وبيعرف يقلب عربيه رجالته وبيخبط عربيته جامد وبيموت كل اللي بيكونوا معاه في العربيه. بس فجاه بيظهر الحاج فيجو وبيخبط عربيه جون جامد، وكان بيزقها عشان يوقعها ويتخلص منه بسرعه. بس جون بيخرج من العربيه بسرعه لاخر لحظه وبيروح يتعارك مع فيجو، بس فيجو بيطعنه بالسكينه في بطنه. بس ابننا جون ما بيسكتلهوش وبيخرج السكينه من بطنه وبيقوم قاتل بيها فيجو ومخلص عليه. وبعدها بيركب العربيه بتاعته وبيحصل نفس المشهد اللي شفناه في البدايه خالص، وبيتفرج ساعتها على فيديو ليه مع مراته. وبيدخل بعد كده اوضه قدامه وبيعالج نفسه، وبيلاقي ان في كلاب كتير جدا محبوسه في اقفاص حديد، فبياخد منهم واحد عشان يربيه وبالمره يونسه في قعدته لوحده دي. وبيخرج من المكان بعديها وبيروح لبيته. بعد الحادثه دي بشويه بنشوف بقى ان جون قرر يرجع عربيه مراته اللي اتسرقت منه، وبتكون العربيه دي مع ابرام اخو فيجو. وبنشوف ان في مطارده ما بين واحد راكب موتوسيكل وعربيه بتخبط الموتوسيكل ده، فبينزل منها انكل جون. وبعد ما بينزل بياخد من صاحب الموتوسيكل ده بطاقه ذهبيه كده شكلها غريب وبيتكل على الله. وبنروح بقى عشان نتعرف على انكل ابرام. بيكون بيشتغل في الممنوعات وعنده شركه تاكسي، طبعا الشركه دي بتكون مغطيه على كل شغل الشمال. وبيعرف ابرام ساعتها ان جون جاي له مخصوص، فبيلم بسرعه كل بضاعته وبيصفي الشغل بتاعه وبيدخل عليه المساعد بتاعه. وبيفضل بقى المساعد بتاعه يقلل من جون وبيقعد يبرطم ويقول باستهتار انا اعرف اخلص على جون ده بصبع رجلي الصغير من غير اي صعوبه، مش مستوعب ان احنا خايفين من راجل واحد بس علشان عربيه ملهاش 30 لازمه. فبيرد عليه ابرام وبيقول له ان دي مش مجرد عربيه، دي عربيه جون ويك بنفسه، وده اللي موت اخويا وابن اخويا وكل رجالته عشان مجرد كلب وعربيه. فبيقول للمساعد بتاعه طالما عربيه جون لسه موجوده في الجراج عندي يبقى احنا في خطر. وجون راجل ذكي جدا في شغله، ولو حط اي حاجه في دماغه او اي حد في دماغه بيموته من غير رحمه. فبيحكي له ان جون ده اللي انت مستهتر بيه يا باشا قبل كده مموت كذا راجل بقلم رصاص بس. وفي نفس اللحظه دي جون بيكون دخل لجراج ابرام بالبطاقه الذهبيه اللي معاه وبيخلص على رجالته كلهم. وساعتها بيشوف عربيته وبيروح يركبها وبيمشي بيها، بس بيلاقي رجاله ابرام جايين وراه وبيفضلوا يخبطوا في عربيته وبيدمروها خالص. وكان في واحد منهم بيجري وراه وهو راكب موتوسيكل وبيضرب عليه نار، بس جون بيقلبه بباب العربيه وبيموته وبيروح يكمل على باقي العصابه اللي بتطارده وبيخبطهم بعربيته زي ما هم عملوا معاه بالظبط. بس في نص الخناقه دي جون بيقع من العربيه بتاعته وبيفضل يضرب في رجاله ابرام بايده وبيقدر يتغلب عليهم بسبب قدراته العاليه في الفنون القتاليه. بس بيفضلوا كل شويه يجوا رجاله تانية، بس محدش في الاخر بيعرف يتغلب على جون، وبيعرف جون يخلص عليهم اكنه في لعبه بابجي بالظبط. وبعد ما انكل جون طبعا بيخلص كل ده بيروح لابرام، واول ما بيدخل عليه ابرام بيكون خايف جدا منه انه يموته، بس جون مش بيموته عشان هو طبعا يا جماعه راجل طيب جدا واحنا عارفينه يعني، بس بيعمل معاه اتفاقيه كده صغننه على الاخر، بس بشرط ان ابرام ما يجيش على سكته خالص. فبيقول له ابرام اسكت يا راجل انت، هو انت يجي من ورا وشك ده سلام اصلا ولا حتى تعرف معنى السلام؟ بس انا هعصر على نفسي شويه ليمون واعمل معاك اتفاقيه السلام دي عشان انا مضطر بس. وبعد كده بيخرج جون من عنده وياخد العربيه بتاعته المدغدغه وبيروح وبيحط للكلب بتاعه الاكل وبيروح ينام بعدها، وبيقعد بعدها يفتكر ذكرياته مع مراته الله يرحمها يعني. وطبعا دلوقتي خلاص يعتبر خلصت الاسباب اللي تخليه يعمل مجزره من تاني، وعيش بقى في حاله في سلام كده والحمد لله. تاني يوم بيكلم عم اوريليو وبيطلب منه انه يصلح له العربيه بتاعته، وزي ما قلنا طبعا واتفقنا ان انكل جون عايز يهدى كده ويعيش مع حاله من غير مشاكل، فبيروح يشيل الاسلحه بتاعته علشان مش هيستخدمها تاني بقى. وفي اليوم ده بيجي له واحد كده اسمه سانتينيو، وسانتينيو ده بقى يبقى قاتل زي عم جون بالظبط، وفي مجال العصابات ده بيحكمهم القوانين، ومن ضمن القوانين دي يا جماعه بيكون قانون اسمه التميمه، وده طبعا باختصار ان لو حد عمل لك خدمه لازم طبعا تجامله وتردها له تاني. سانتينيو ده ساعد جون قبل كده، فدلوقتي لازم جون يعمل له اللي هو عاوزه ويرد الخدمه اللي عملها له قبل كده. بس طبعا جون بيكون ساب السكه الشمال دي وبقى ماشي في السليم، وطبعا بيرفض جون انه يرد الخدمه دي. فساعتها سانتينيو بيقول له هو ماشي ان بيته جميل جدا، لكن طبعا الجمال ده مش
بيستمر كتير لان سانتينو بيقف بره البيت وبيرمي بيته بصاروخ وبيفجر البيت كله. بس جون بيعرف ان هو ينجو منه هو والكلب بتاعه، وبيقف بعيد كده متحسر على بيته اللي بيولع وبيفضل يتفرج على بيته. وطبعا بنعرف خلاص كده ان انكل جون راجع من اول وجديد وهيولع فيهم كلهم ومش هيسيب حقه تاني. وتاني يوم بياخد جون بعضه وبيروح على فندق الكونتيننتال ويروح يقابل وانستون وبيطلب منه انه يساعده ويقول له على مكان سانتينو. وطبعا وانستون بيكون عارف اللي حصل لبيت جون وبيقول له ان في قوانين حطتها المنظمه، واهم قانونين هو ان مفيش جريمه قتل تحصل في اي فرع من فروع فندق الكونتيننتال، والقانون التاني ان طالما حد ساعد التاني فلازم الخدمه دي تترد، واحترام لاي تميمه فيها بصمه ما بين اتنين. وبيقول له وانستون نصيحه مني كده يا باشا، نفذ خدمه سانتينو وبعد كده ولع في اللي جايبينه زي ما انت عاوز. وبيفكروا ان عيله سانتينو عيله قويه جدا ونفوذها كبير، وابو سانتينو كان في المجلس الاعلى للمنظمه، والمجلس ده بيكون متكون من 12 شخص من اسياد العصابات والجريمه ان شاء الله والله. هم بقى بيكونوا المالكين لجميع فنادق الكونتيننتال، فما بيكونش قدام جون حل خالص غير انه ينفذ لسانتينو خدمته، وبيسيب الكلب بتاعه مع تشيرون صاحب خدمه الاستقبال وبيروح بعدها لسانتينو وبيساله عن الخدمه اللي هو عاوزها منه. فسانتينو بيقول له انا عاوزك تموت اختي جيانا. لا ونعم حب الاخوات بجد يا حاج سانتينو. والاخ طبعا سانتينو بقى كان عاوز يقتل اخته عشان ياخد مكانها في مجلس المنظمه، لان جيانا ورثت من ابوها الكرسي في المجلس وانا اللي كنت استحق الكرسي ده مش اختي. وبيعرفوا ان جيانا هتكون موجوده في روما بتحتفل بالكرسي بتاعها اللي اخدته، وجون بيقبل منه المهمه وفعلا بيسافر روما. وبنشوف ان في واحده من رجاله سانتينو اسمها إيريس بتكون هناك مخصوص عشان تراقب جون. وبيدخل جون فندق الكونتيننتال اللي موجود في روما وبيقابل هناك جوليوس مدير الفندق، وجوليوس بيديله اوضه من اوض الفندق الفاخره. وبيروح بعدها جون لمصنع خياطه بيكون مخصص فقط للقتله المأجورين، والمصنع ده بيكون بيصنع قماش كده ضد الرصاص عشان يساعد القتله في المهمات بتاعتهم. وبيطلب جون انه ياخد بدلتين وفعلا بياخدوا مقاساته، وبعدها بيروح جون لمحل تاني عشان ياخد اسلحه، وصاحب المحل بيكون عارف جون ويك كويس وبيسمع عنه فبيطلع لجون الاسلحه المناسبه ليه وللمهمه بتاعته. وجون بقى بيطلب منه يبعت له الاسلحه دي على اوضته في الفندق. واخر مكان جون بيروح له بيروح على مكتبه كده معينه، وصاحب المكتبه دي بياخده الاوضه السريه وبيوري له خريطه للمكان اللي هيتعمل فيها حفله جيانا اخت سانتينو، وبيعرف بكل مداخل ومخارج المكان وكمان الانفاق اللي تحت الارض، وبيديله مفاتيح كل الابواب. وفعلا بالليل جون بيكون جاهز عشان ينفذ مهمته، ولما وصلت جيانا الحفله بتاعتها بيعرف جون يوصل لها من نفق موجود تحت الارض. ولما بتشوفه جيانا بتستغرب وبتتصدم انه راجع تاني للشغل، وبيقول لها جون ان ده غصب عنه وبسبب التميمه اللي كانت بينه وبين اخوها، وان اخوها هو اللي عاوز يموتها. فبتقرر انها تنتحر بنفسها، وبعد ما بتموت بيضرب جون عليها رصاصه عشان يبان ان هو اللي نفذ مهمته. ولما بيجي جون يخرج بيشوفه حارس جيانا فبيعرف ان جون هو اللي قتلها، فبيحصل ما بينهم مواجهه وبيهرب جون ساعتها تحت الانفاق، وبيلاقي حراس سانتينو هم كمان بيطاردوه. يا سلام على محبه الناس والله. ولما بيهرب جون منهم بيلاقي فجاه عربيه رشقت فيه وخبطته جامد، وبيطلع ان ده حارس جيانا هو اللي خبط. وطبعا بيفضلوا يواجهوا بعض بالمسدسات وبيكسروا ازاز فندق الكونتيننتال وهم بيتخانقوا. وطبعا بما انهم في الفندق القاعده بتحكم عليهم ان ممنوع القتل في الفندق، فبيضطروا ان هم يقعدوا يشربوا حاجه ساقعه سوا تهدي اعصابهم يعني، وهيرجعوا للعركه من تاني. بس الحارس بيقول لجون انه هيموته، وفجاه بيجي الانكل جون اتصال كده من الحاج سانتينو بيقول له انا هنتقم منك عشان انت موتت اختي. وفعلا بيحط سانتينو جايزه ثمنها 7 مليون دولار للي يخلص على جون ويك. سانتينو بيوصل الرساله دي لكل القتله المحترفين، ولما بيرجع جون على نيويورك وكل لما حد يشوفه بيكون عاوز يقتله، وفعلا بيواجه جون اكتر من واحد بس بيتصاب في رصاصه في جنبه. ولما بيجي يهرب بيقابل حارس جيانا في خلقته، وبيفضلوا يجروا ورا بعض لحد ما بيلاقوا نفسهم في المترو، فبيستنوا كل الركاب تنزل عشان الدنيا تخلالهم. وفعلا بيفضلوا يضربوا في بعض لغايه ما بتنتهي الخناقه دي ان عمكو جون بيديله بالسكينه، وبيقول له ان السكينه في الشريان بتاع الصدر دلوقتي، ولو شلتها هتنزف كتير جدا واخرتك هتموت، بس لو سبتها واستحملت شويتين 3 هتعيش. ومش بيرضى جون يقتله عشان هما كانوا صحاب قبل كده. ولما بيخرج جون بيلاقي 2 عاوزين يقتلوه، بس بيروح جون لشحات قاعد في الارض وبيعرف ان الشحات ده قاتل بس متخفي، فبيطلب منه المساعده وبيقول له وديني عند الزعيم بوري. وفعلا بيساعده الشحات ده وبيخبيه منهم، وبعدها بيطلع الشحات ده مسدسه وبيموت الاثنين اللي كانوا بيطاردوا جون. وتاني يوم لما بيصحى جون بيلاقي نفسه في مستشفى تحت الارض، وبيلاقي نفسه اتعالج من كل الاصابات اللي فيه. وبعدها بيروح لواحد اسمه بوري، وبنعرف ان ما بينهم معرفه قديمه كده، وانه بوري ده هيبقى زعيم الجريمه واسمه الملك بوري، وان في مره اتخانق هو وجون فبيضربوا انكل جون بالسكينه في رقبته يعني تعبيرا عن المحبه ديت. وبيطلب منه جون المساعده في انه يعرف مكان سانتينو وانه عاوز اسلحه كمان، فبيساله بوري وبيقول له هو معلش يعني عم جون انا هساعدك ليه مثلا، فبيقول له جون وبيعرفه العواقب اللي هتحصل لو سانتينو مسك كرسي في المنظمه، وبيقول له ان ده لو حصل انت يا باشا هتفقد السلطه بتاعتك والعصابه بتاعتك اللي عايشه تحت الارض
وممكن طبعا تقوم حرب بينك وبين عصابة سانتينو، فانا يا باشا هريحك من كل الهم ده وهموت لك سانتينو يعني واقوم معاه بالواجب. فبيفكر بوري شويه في كلام جون وبيقتنع فعلا وبيقرر يساعده وبيدي لجون اسلحه وبيعرفه كمان ان سانتينو هيكون موجود في حفله النهارده في المتحف. فبيروح فعلا جون على المتحف وبيتسلل لغايه ما بيدخل جوه، وبيكون في وقتها سانتينو بيحتفل بدخوله لمجلس المنظمه. وفجاه جون بيظهر في وش سانتينو يا عيني، فبيتفجع سانتينو وبيصدر رجالته وبيطلع يجري. تبدا بقى المجزره الحقيقيه ما بين جون ورجاله الكتكوت المبلول اللي هو انكل سانتينو يعني اللي طالع يجري من شويه. وبيكون جون مخلص على كل رجاله سانتينو بسرعه كبيره جدا، ولما بيروح عشان يلحق سانتينو بيقابل رجاله تانية في سكته، فبيخلص عليهم كلهم وبيدخل ورا سانتينو مكان كده كله مليان مرايات كتيره، وبيفضل يدور على سانتينو في كل حته. بس بتوصل إيريس ورجالتها للمكان عشان يموتوا جون، وبتروح فعلا إيريس لسانتينو عشان تحميه. وجون بيكون تعبان جدا بس مضطر يخلص عليهم كلهم، وفعلا جون بيخلص على رجاله سانتينو واحد ورا التاني. وإيريس بتخلي سانتينو يهرب وهي هتواجه جون بنفسها، وفعلا بتواجه جون وجها لوجه، وبتطلع ان إيريس محترفه جدا في الفنون القتاليه. بس في النهايه جون بيقتلها وبيخلص عليها وبينتصر. اما سانتينو بيعمل حركه ذكيه كده وبيروح لفندق الكونتيننتال لانه عارف ان مهما حصل جون مش هيعرف يموته هناك. وبعد فتره بيوصل جون على الفندق وبيسال شيرون عن سانتينو، وشيرون بيعرفه مكانه، وجون بيروح لمكان سانتينو. وسانتينو طبعا كان قاعد بكل تناكه فارد دراعاته لانه عارف ان جون مش هيعرف يعمل له حاجه ولا حتى يلمسه. وينستون بيكون موجود وبيحذر جون انه يتصرف تصرف مجنون، وبيفكروا بقوانين وانه ممنوع القتل في فنادق الكونتيننتال، وانه لو عمل اي تصرف غلط المنظمه هتعاقبه. بس ابننا جون مش بيفرق معاه لكل الكلام ده، وبيكرف لكلام وينستون وبينفض له على الاخر. وكان متعصب جدا من سانتينو من ساعه ما دخل حياته ودمرها، وكان نفسه يقتله من ساعه ما ولع في البيت اللي كان حيلته. فبيتجاهل تحذيرات وينستون وبيموت سانتينو الطلقه في دماغه. وبعدها بيروح جون ياخد الكلب بتاعه من شيرون وبيمشي من المكان كله، وبيروح على بيته اللي اتدمر وبيبص على صور مراته اللي اتحرقت وبيقعد يفتكر ذكرياته معاها. وتاني يوم بقى وينستون بيروح يقابل جون عشان يعرفوا العواقب بقى اللي هتنزل ترف على نافوخه لان هو ممشيش على القواعد واخترقها. وبيقول له مجلس المنظمه قرر يحط مكافاه قيمتها 14 مليون دولار للي هيعرف يموتك، والمكافاه اتحطت لجميع القتله المأجورين اللي حول العالم. وبيقول له ان ما بقاش مسموح ليك كمان انه تدخل فندق الكونتيننتال وبقيت مطرود من المنظمه كلها. بص وينستون عمل حته كده جدعانه مع جون وقال له انا اجلت لك الصفقه دي وخليتها هتبدا بعد ساعه من دلوقتي، وخلال الساعه دي بقى تقدر تهرب يا جون وتشوف مكان امن تستخبى فيه كويس. وبيديله تميمه وبيقول له التميمه دي ممكن تساعدك في رحله هروبك جدا. وجون طبعا بيشكره على اللي عمله وبيقول له قول للمنظمه اللي هيقرب لي هقتله ومش هسمي على حد. وينستون بيقول له انا متاكد مليون في الميه يا جون انك هتعرف تنجو، وبيسيبه وبيمشي. وجون بقى وهو بيجري بيشوف تليفونات القتله المأجورين اللي حواليه بترن، وبيستقبلوا المكافاه والصفقه من المنظمه، وبيتبعت لهم في الرساله تفاصيل وشكل جون بالتفصيل الممل، وبيعرفوهم ان الصفقه دي هتتفتح بعد ساعه من دلوقتي. فبيطلع جون يجري عشان يوصل لاي مكان يكون امن وبينقذ نفسه. ويفضل جون ساعتها يجري هو الكلب بتاعه في شوارع نيويورك وهو عمال يعد الدقايق اللي فاضلاله عشان يوصل لمكان امان. وبيركب عربيه عشان يكسب وقت، بس بيلاقي ان الدنيا زحمه جدا وما فاضلش من الوقت غير تلت ساعه بس. فبيقرر يكمل طريقه ماشي على رجله، وبيدي السواق عمله ذهبيه وبيأمنه على الكلب بتاعه وبيقول له يوديه لفندق الكونتيننتال. وبيطلع جون يجري من العربيه لغايه ما بيوصل لمكتبه كده معينه، وبيطلب من الموظفه انها تديله كتاب معين. وبيطلع ان جون مخبي جوه الكتاب ده حاجات شخصيه ليه وصوره ليه مع مراته هيلين. بس بيدخل فجاه على جون قاتل مأجور وكان شكله ضخم جدا واسمه إرنست. فبيقول له جون لسه الساعه ما خلصتش فانت مش هتعرف تموتني. بس إرنست بيكرف لكلامه خالص ويقول له انا عقبال ما اخلص عليك اصلا هيكون الوقت اللي فاضل خلص. وبيهجم على جون فجاه وبتحصل خناقه ما بينهم كبيره قوي في المكتبه. بس جون قدر انه يموت إرنست بكتاب بكل مهاره واحتراف، وكمان كسر بقه ورقبته بالكتاب. وبيرجع جون ساعتها الكتاب مكانه بكل هدوء، بس جون بيكتشف انه اخد طعنه في كتفه وانه اتصاب جامد. فبيطلع بسرعه من المكتبه وبيطلع يجري في الشارع لانه بيكون فاضل 5 دقايق بس. وبيروح جون لبيت دكتور وبيديله عمله ذهب وبيطلب منه المساعده، بس الدكتور في البدايه بيرفض يساعده لان جون بيكون اتطرد من المنظمه. بس جون بيقول له انه لسه فاضل له 5 دقايق، فالدكتور بيوافق ساعتها انه يساعده ويعالج له جروحه كلها. وبعدها الساعه بتخلص والصفقه بتاعه جون بتنشط، وبيبقى اي حد هيقتل جون ويك هياخد المكافاه. وبيكون اقوى واشهر القتله المأجورين اللي في العالم مستعدين يطاردوا جون حالا. وبما ان جون بقى مطرود خلاص من المنظمه، فالدكتور ما بيعرفش يكمل علاج جون لانه ما يقدرش يخالف قواعد المنظمه، فبياخد جون منه المقص وبيكمل خياطه الجرح بنفسه. ولما بيخلص بياخد دواء مسكن عشان يخفف الالم. وساعتها كل القتله المأجورين بتجيلهم رساله بالصفقه بتاعه جون وكل التفاصيل بتاعته. والدكتور بيقول له جون اضربني بالمسدس طلقتين في اماكن مش خطيره عشان
عشان اقول للمنظمه ان جون اجبرني اني اساعده. فبيوافق جون وبيضربه فعلا، وبعدها بيمشي من عنده. واول ما جون بيخرج من عنده ما بيلحقش يا عيني ياخد نفسه حتى، ولقى اللي عمالين يجروا وراه. فبيدخل جون محل اسلحه بيكون شكله قديم عشان ياخد منه اسلحه يواجه بيها، وفعلا بيلاقي سلاح بس ما بيكونش السلاح ده شغال ومناسب. فبيفك جون وبيخترع له سلاح مناسب وشغال عشان يحمي بيه نفسه، وفعلا بيحط فيه رصاص وبيموت القتله المأجورين اللي كانوا بيجروا وراه. بس بيكون عددهم كتير جدا بيهجموا على جون، بس جون بيقدر يخلص عليهم كلهم. وبعدها بيدخل في خناقه تانية مع قتله تانيين بالسكاكين. وابننا جون اصلا بيكون محترف في السكاكين، يعني مش محتاج حاجه، فبيحدف عليهم السكاكين في كل حته في جسمهم وبيخلص عليهم كلهم. واول ما بينزل للشارع وفجاه هو ماشي بتخبطه عربيه في الشارع وبينزل منها قتله تانيين وبيجروا وراه. فبيهرب منهم جون وبيدخل لاسطبل احصنه وهم بيروحوا وراه، وجون ما بيكونش معاه سلاح فبيمسك حصان وبيضربه كده بطريقه معينه، فالحصان بيقوم رافس القاتل اللي وراه دوت. وجون بيتعامل مع الباقي وبيتخانق معاهم بايده، واخر قاتل فيهم بيربط رقبته بالحصان وبيركب الحصان وبيفضل يسحب القاتل ده على الارض لحد ما يعيني ما بيموت مخنوق. وبيخرج جون بالحصان لشوارع المدينه، بس بيلاقي 2 من القتله المأجورين بيجروا وراه، وواحد فيهم بيحاول يشد جون من على الحصان ويموته، بس جون بيعرف يتخلص منهم وبيقتلهم. ولما المنظمه بتلاقي ان جون لسه عايش بترفع قيمه الصفقه وبتخليها 15 مليون دولار. وساعتها جون بيروح لمسرح روسي كده وبيفتشوه قبل ما يدخل وبياخدوا منه السلاح بتاعه وبيخلوه يدخل. واول ما بيدخل بيطلب منهم انه يقابل المخرجه انجلا، وبتطلع انجلا دي بقى يا شباب تبقى قريبه جون اصلا ومن نفس القبيله بتاعته. فبيوريها جون السلسله بتاعته اللي اخدها من الكتاب اللي كان في المكتبه، وبتكون السلسله دي دليل على انهم من نفس القبيله من بيلاروسيا. وبيطلب منها المساعده وبيقول لها بصي يا اختي احنا من نفس القبيله فساعديني. فبتوافق انجلا انها تساعده وبتاخده وبيروحوا المكتبه هيتكلموا لوحدهم. فبتساله انجلا عاوزني اساعدك ازاي يا عم جون؟ فبيطلب منها جون انه تساعده انه يسافر للمغرب. فبتستغرب انجلا كده وبتتفاجئ من طلبه الغريب ده، وبتقول له انت مستحيل تعرف تهرب من المنظمه لانهم يا باشا موجودين في كل مكان وفي كل بلد. بس جون بيكون مصر جدا يروح المغرب. المهم انجلا في الاخر بتوافق تساعده وتسفره. وفي الجهه الاخرى من الزاويه بتوصل واحده من مجلس المنظمه لفندق الكونتيننتال وبتسلم عمله ذهبيه لشيرون على اساس انها من المنظمه يعني، وبيكون اسمها كيت. وبتقول لشيرون انها عاوزه تقابل وانستون صاحب الفندق، ولما بتقابله بتقول له انها جايه تعاقبه عشان رفض يموت جون ويك وسابه يهرب، وعقابه هيكون انه هيتنازل عن المنصب بتاعه في اداره الفندق في خلال اسبوع واحد فقط. ولما بتخلص مع وانستون بتروح بقى تقابل الكينج بوري وبتقول له انت ليه ساعدت جون في الهروب، وطبعا بتديله عقابه. بتقول له عقابك يا ريس انك هتتنازل عن منصبك في خلال اسبوع واحد برضه وتقعد جنب اخوك وانستون تونسه في الزاويه. بيتعصب بوري جدا عليها وبيقول لها غوري يا وليه انت من وشي، انا مش هنفذ لك اي حاجه من العبط اللي بتقوليه ده، اتكلي على الله يا ماما من هنا. اما في نفس الوقت بيكون جون وصل للمغرب، بس هو ماشي بيجي قطاع طرق وبيهاجموه. فبيجي شخص كده وبيأمرهم انهم يسيبوه في حاله ومحدش يجي جنبه، وبياخدوا رئيسه عصابه اسمها صوفيا. واول ما بيدخل على صوفيا دي بتقوم ضربه عليه نار. المهم بيخرج جون التميمه بتاعتها وبيقول لها انه بيعتبرها صديقته، وبيطلب منها انها تساعده وتوصله لبرادا شريكها القديم، لان الواد برادا بيكون عارف زعيم المافيا شخصيا، بيكون عارف مكانه فين وبيكون عاوز يقول له على مكانه. وبيقعد جون يفهمها انه يا عيني ندمان وعاوز يقابل زعيم المافيا بنفسه عشان يسامحه كده، وهيطلب منه انه يلغي الصفقه بتاعته. فبتضطر صوفيا تساعده عشان تعرف تاخد منه التميمه بتاعتها، وبتقول له انها هتجهز نفسها عشان توديه لبرادا. وبنروح لقابله كيت اللي بتكون عامله مصايب وبتكون رايحه المطعم رئيس عصابه النينجا اللي بيكون اسمه زيرو، وبتعرض عليه عرض انه يكون المساعد بتاعها ويموت جون ويك. بس في البدايه بتعرفه انهم لازم اول حاجه يعملوها انهم يعاقبوا كل اللي ساعدوا جون ويك انه يهرب. فبيوافق زيرو وبيروحوا والعصابه بتاعته لمسرح الباليه بتاع انجلا، وبيبداوا يموتوا كل اللي موجودين هناك. وبتقرر كيت ساعتها انها تعاقب انجلا رئيسه العصابه، وده عشان طلعت وليه جدعه وقصيده وساعدت ابن حتتها يعني يهرب للمغرب. وبتخلي زيرو يطعنها بالسيف في ايديها الاثنين. وساعتها بيوصل جون لبيت برادا وبيسأله عن مكان زعيم المافيا، فبيعرفوا برادا ان زعيم المافيا موجود في صحراء المغرب، بس للاسف محدش يعرف مكانه بالظبط فين. بس زعيم المافيا هيظهر لك لو انت كنت هتموت على اخر لحظه، والحل الوحيد عشان توصل له انه تمشي في الصحراء واحتمال تلاقيه. فبيشكره جون ساعتها وبيمشي عشان يروح للصحراء، بس برادا بيوقفه قبل ما يمشي وبيقول له انه عاجبه قوي الكلب بتاع صوفيا وعاوز ياخده مقابل انه عرفه مكان الزعيم يعني. فبترفض صوفيا ده، فبيقتل برادا الكلب بتاعه. فبتتعصب جدا وبتضرب برادا بالنار في رجله، وبتبدا بقى تقتل في رجالته هي وجون. ولما بيخلصوا عليهم بصعوبه بيركبوا العربيه وبيطلعوا على صحراء المغرب، وهناك بقى بيديها جون التميمه بتاعتها وبيشكرها لانها ساعدته ووقفت جنبه. وبعدها بيفضل ماشي في الصحراء لوحده لحد عيني ما بيبقى من كتر التعب بيغمى عليه وبيقع من طوله. اما من ناحيه تانية بيبقى زيرو بيقتل في عصابه بوري، وبتتكلم معاه كيت وبتقول له انه عدى اسبوع كامل وانت ما تنزلتش عن منصبك عشان
كده بتعاقبه وبتخلي زيرو يطعنه 7 طعنات في جسمه. وبنرجع بقى لجون اللي مغمى عليه في الصحراء وبيشوفوا راجل مغربي وبيكون معاه جمل، ولما بيفوق جون بيلاقي نفسه قدام زعيم المافيا بنفسه وبيقول له انه يسامحي ويلغي الصفقه بتاعته. بس بيساله زعيم المافيا ساعتها ليه انت ماسك قوي في الدنيا كده يا عم جون ومش عايز تموت؟ فبيقول له جون عشان عايز يحيي ذكرى مراته هيلين. فبيعرض الزعيم عليه اختيارين وبيقول له اولا يا اما هسيبك في الصحراء من غير ما اساعدك لحد ما تموت، يا اما هرجعك للمنظمه تاني بس بشرط انك تقتل وينستون صاحبك اللي ساعدك قبل كده، ولو نفذت المهمه دي ساعتها بس الصفقه بتاعتك هتتقفل وهترجع للمنظمه تاني. فبيتردد جون كده في البدايه بس بيضطر يوافق وبيتعهد بالولاء للزعيم. وكدليل على الولاء بتاعه بيقطع صبع ايده اللي فيه دبله جوازه وبيطلع الدبله وبيديها للزعيم. فالزعيم بيأمر واحد من اللي شغالين معاه انه يدي لجون لبس جديد ويظبطوه عشان هيرجع لنيويورك تاني. وفعلا جون بيرجع لمدينه نيويورك تاني وبيخرج من المترو عشان يروح لفندق الكونتيننتال عشان ينفذ المهمه، بس بيلاقي ان زيرو ورجالته مراقبينه. فبياخد موتوسيكل من واحد من رجاله زيرو وبيهرب بيه، بس العصابه ما بتسكتش بيطلعوا كلهم وراه بالموتوسيكلات وبيعرف يخلص عليهم كلهم ما عدا زيرو اللي بيفضل ماشي وراه بالموتوسيكل بتاعه لحد ما بيقعوا هما الاتنين عند فندق الكونتيننتال. ولسه زيرو هيقتله بس بيجي تشارون موظف الاستقبال وبيمنعه من ده وبيفكروا بقانون المافيا اللي هو ممنوع اي جريمه تحصل في فندق الكونتيننتال. فبيستقبل تشارون زيرو وجون في الفندق وبيتكلم زيرو وبيعبر لجون انه معجب بيه جدا وبيقول له انه قاتل محترف جدا وانا شايف ان احنا الاتنين شبه بعض قوي. بس جون بيرد عليه وبيقول له لا انا بقى يا اخويا مش شايف ده. وبيقابل جون الكلب بتاعه من تاني وبيأمره يفضل موجود لحد ما يروح يقابل وينستون. فبيدخل جون لأوضة مليانه كلها ازاز وينستون ساعتها بيقول له انا عارف ان الزعيم عطاك اوامر وقال لك انك تقتلني بس انا ما عنديش اي مشكله طالما هتقتل من صاحبي. وكمان بيقول له ان المنظمه سحبت منه الفندق عشان ساعدتك وعطيتك مهله تهرب فيها. وبتدخل عليهم كيت ساعتها وكانت جايه تتكلم مع وينستون وبتساله هتسيب الفندق امتى عشان المدير الجديد ياخد مكانك، احنا ما بنضيعش وقت يا باشا. فبيقول لها وينستون انا مش هسيب الفندق بتاعي لو حصل ايه باللازم. فبتتضير كيت على جون وبتساله هتقتل وينستون امتى. فجون بيرد عليها ساعتها وبيقول لها اموت مين يا وليه يا هبله انت، ده وينستون ده صاحب عمري. فكيت بتقول لهم لا تمام خليكوا على وضعكم بقى. وبتروح الحربوقه دي وبتتصل بمركز خدمات المنظمه وبتصدر قرار بانهاء صلاحيه فندق الكونتيننتال من المنظمه كلها. يعني ايه بقى؟ يعني خلاص الفندق ما بقاش ضمن المنظمه دي وعادي بقى لو حصلت فيه اي جريمه قتل هيبقى عادي جدا. وكمان بتطلب الحربوقه دي من المنظمه فرقه مسلحه جدا واخطر فرقه عندهم عشان تيجي تقتل جون ويك ووينستون سوا. وبعدها بتروح لهم الحربوقه كده بكل هدوء وبتقول لهم انتوا دلوقتي معرضين للخطر جدا من افضل واشرس فرقه خاصه من عند المنظمه وبتسيبهم وبتمشي. فبيروحوا وينستون وجون عشان يستعدوا بقى للحرب اللي هتقوم دي. وبياخد وينستون جون لاوضه الاسلحه وبيختار جون وتشيرون اسلحه ليهم وبيخرجوا من اوضه الاسلحه وبيقفلوها على وينستون وبيصفوا الفندق كله من النزلاء. وكيب بتروح لزيرو وبتقول له خلاص يا باشا دلوقتي تقدر تموت عم جون في الفندق عادي جدا. وبتوصل ساعتها العربيات اللي فيها الفرقه المسلحه للفندق وبيكون جون وتشيرون وحراس الفندق كلهم بيكونوا مستعدين للمواجهه. وبيدخل رجاله كيت للفندق وبيبدا جون يقتل فيهم واحد ورا التاني بس بيلاقيهم لابسين بدل واقيه من الرصاص وبيكون صعب جدا اختراقه. فبيرجع جون وتشيرون لاوضه الاسلحه من تاني وبياخدوا بنادق قويه جدا وبيبداوا يقتلوا كل الموجودين في الفندق. وبعدها بيدخل جون للاوضه اللي موجود فيها زيرو ورجالته وبيفضلوا يضربوا في جون ويضربوه في الازاز وبيطلع انهم محترفين جدا في الفنون القتاليه. بس جون ابننا طبعا محدش يقدر عليه بيخلص عليهم كلهم نهائيا وبيبص لزيرو وبيفضل يتعارك معاه لحد ما في النهايه بيطعنوا جون بالسيف في بطنه وبيموته. ووقتها بقى بتتصل الحربوقه اللي اسمها كيت دي على وينستون وبتقترح عليه انهم يتفاوضوا مع بعض كده، وخصوصا بقى انها جابت ورا الجبانه دي لما عرفت ان جون ويك خلص على كل رجالتها. فبيوافق وينستون فعلا وبيقابلها بس لما كانوا بيتكلموا بيدخل جون عليهم وبيقعدوا كلهم يتفاوضوا. وكيت بتقول لوينستون ان الفندق بتاعك اكيد هيقع في يوم من الايام. بس وينستون بيقول لها انه بيحب الفندق ده جدا وانه مستحيل يتخلى عنه او يسيبه لاي مخلوق مهما حصل. فكيت بتقول له ماشي يا سيدي خلاص هنسيب لك اداره الفندق لانك تستاهل الفندق ده، بس بالنسبه بقى لعم جون هنتصرف معاه ازاي؟ بس الصدمه واللي محدش كان متوقعه من وينستون ان وينستون يقول لها ان جون يستحق انه يتقتل. وبيقدم وينستون ولاءه للمجلس وبيطلع مسدسه وبيضرب جون على فجاه. فبيتفاجئ جون جدا من غدر وينستون ليه وبيقع من فوق المبنى وبيتخبط في كذا بلكونه وبيقع على الارض. بس بتبقى البلكونات اللي خبط فيها جون بتخفف من الضرر اللي اتعرض له. فبتفرح كيت باللي عمله وينستون وبتبارك له وبتهنيه وبتقرر ترجعه للمنصب بتاعه من تاني. ولما بتخرج بقى عشان تبص على جثه جون وهي ماشيه بتلاقيها اختفت. فبتروح لوينستون تاني وبتقول له ان جثه جون اختفت وان في حد اخد الجثه وانه لسه عايش. وساعتها بيتفاجئ وينستون وبيقول لها كده هيرجع جون عشان ينتقم مننا كلنا المره دي. وفي نفس الوقت بيشم الكلب بتاع جون ريحته وبيروح له بسرعه وبيكون في
في واحد شحات اخد جون في عربيه سوبر ماركت تحت الارض وبيوديه لبوري، وبيطلع ان جون ويك لسه عايش برضه. وبوري بياخد جون وبيقول له المنظمه خانتني، والمنظمه دي هبله جدا هي والقوانين بتاعتها المتخلفه. وبوري كان متعصب جدا وعايز ينتقم منهم كلهم، فبيسال جون وبيقول له هتساعدني انتقم منهم ولا لا؟ فبيرفع جون راسه بالعافيه وبيقول له ايوه انا معاك وهساعدك. وبعد كده بقى لما بتعدي فتره كبيره بيبقى جون عايش تحت الارض وبيتمرن، فبيدخل عليه بوري وهو جايب له بدله جديده وبيقول لجون ها يا جون مستعد للحرب ولا لا؟ فبيقول له جون ايوه مستعد. وفي اللقطه اللي بعد كده بنشوف جون وهو في الصحراء بيطارد 3 اشخاص، وكانوا ال3 دول من رجاله المنظمه، وكانوا بيحاولوا يهربوا من جون، بس جون بيعرف يموت اول واحد فيهم. وفي نفس الوقت ده رئيس المنظمه بيكون بيتفرج على اللي بيحصل بس من بعيد، وجون بعدها بيعرف يسيب ال2 الباقيين وبيموتهم. وبعد كده بينزل من على الحصان بتاعه وبيملي السلاح بتاعه وبيروح للرئيس، فبيقول له رئيس المافيا ليه جيت لي لحد عندي؟ فبيقول له جون انا عاوز الدبله بتاعتي وعاوز اكون حر نفسي بقى يا عم واخرج من المنظمه المعفنه دي. فبيقول له رئيس المافيا انا رميت الدبله بتاعتك اصلا، هو انت مفكرني يا عم انت ان انا هفضل محتفظ بيها يعني عشان خاطر سواد عيونك؟ وكل اللي اعرف اعمله معاك دلوقتي عشان تكون حر اني اموتك يا قلبي واخلص منك ومن قرفك. فجون بيقف كده ما بيكونش عاجبه طريقه كلام زعيم المافيا ده، وكان حاسس ان الزعيم ده بيتعوج عليه، فقام رشقه طلقه في دماغه ومخلصنا منه. وبنروح بعد كده الفندق الكونتيننتال فرع نيويورك، وبيوصل واحد من المنظمه اسمه هاربنجر وبيسلم لتشيرون ظرف وبيقول له انه عاوز يكلم وينستون. فتشيرون بيقوم مكلم عم وينستون الخاين وبيقول له يا حاج وينستون في واحد عايز يكلمك هنا ومعاه ظرف كده مهم. فبيوافق وينستون انه يقابله، وبيقول له هاربنجر انه هو نائب مجلس المنظمه، وبيقول له ان بعد ما جون قتل زعيم المافيا بتاعنا الخنزير قرر المجلس يقفل فندق الكونتيننتال بتاعك، والرساله دي يا حاج وينستون اتوقعت من ال12 عضو في المجلس، ومعاك ساعه واحده تخلي الفندق وتلم عزالك وتاخد بعضك وتتكل على الله وما نشوفش خلقتك دي تاني هنا. وبيسيبه وبيمشي، بس قبل ما بيمشي بيقول له لو ما عملتش كده وسبت الفندق في خلال ساعه المنظمه هتفجر الفندق بنفسها. فبيساله وينستون طب ايه السبب؟ فبيقول له عم هاربنجر ده ان جون لسه عايش يا حاج وينستون وانه موت كمان زعيم المافيا. وبعد كده بيطلع له ساعه رمليه وبيقول له لو انت بقى احتجت اي حاجه تقدر تروح لزعيم المافيا الجديد تتفاهم معاه. وبيطلع الاخ ماركي ده يا جماعه يبقى ابن زعيم المافيا اللي شفنا جون وهو بيفجر دماغه من شويه. وينستون ما بيكونش قدامه حل غير ان هو بيقول لشيرون انه يخلي الفندق حالا، وبعدها بيروح وينستون وتشيرون يقابلوا ماركي، وبيفضل وينستون يقول لماركي انه ضرب على جون نار، بس ماركي بيقول له يا عم ده الراجل ب7 ارواح وما ماتش ولسه عايش لحد دلوقتي وفيه الروح وشغال عمال يعمل كوارث في كل حته، وانا بقى بعاقبك على افعال جون كلها لانك كنت من المفروض انك انت تموته خالص وتخلص عليه. وبعد كده الساعه بتعدي وينستون بيكون بيتفرج على الفندق بتاعه هو بيتفجر قدام عينيه، وماركي بيعلن بقى ان وينستون مطرود من المنظمه خالص، وبيرفع سلاحه عليه ولسه هيموته بس بيوجه سلاحه لتشيرون وبيقتله. وماركي بيقول لوينستون ان كان المفروض الرصاصه دي تيجي في نافوخك انت، بس انا عشان راجل جنتل كده وطيب هديك فرصه كمان صغننه. وينستون بيزعل جدا على موت شيرون، وتشيرون وهو بيحتضر وبيطلع في الروح وبيقول له كان ليا الشرف يا باشا اني اشتغل معاك. وتاني يوم بقى بنروح لباريس عشان نتعرف على واحد اسمه كين، وكين ده بيكون راجل اعمى ومش بيشوف، وبيكون قاعد بيسمع بنوته وهي بتعزف قدام الناس. وبعد كده بيتم استدعاء كين عشان يقابل ماركي، وبنعرف ان كين كان شغال قاتل عند المنظمه بس تقاعد وبقى ماشي يمينه في الحلال يعني. وبرغم ان عمه كين ده يا جماعه اعمى بس بيعتمد على حاسه السمع كويس جدا، وبيكون هو وجون صحاب من زمان وبيكون محترف جدا في القتال. وماركي بقى بيطلب منه انه يرجع للشغل من تاني ويقتل جون، بس عم كينو بيرفض ده، بس ماركي الحقير بيهدده ببنته وبيقول له لو انت رفضت انا هقتل بنتك، فبيضطر كينو يوافق علشان بنته. فبيساله بعد كده ماركي وبيقول له هل انت تعرف يا عم كينو عم جون مشاكل موجود فين حاليا؟ فبيقول له كين اكيد جون دلوقتي قاعد عند حد من صحابه اللي بيثق فيهم جدا، وحاليا صحابه قليلين قوي، فانا تقريبا كده اعرف مكانه فين. وبنروح بعد كده على اليابان في فندق الكونتيننتال اللي موجود هناك، وبيروح للفندق ده قاتل مأجور اسمه تراكر، وبتستقبله واحده اسمها اكيرا، وبيحجز تراكر اوضه ليه في الفندق، وبيسأل اكيرا وبيقول لها انا معايا كلب ينفع ادخل بيه عادي؟ فبترفض في البدايه بس تراكر بيقنعها انه يدخل بالكلب. وبعد كده اكيرا بتروح تقابل ابوها شيمازو، بس احنا هنختصر اسمه هنسميه شيمو بعد اذنكم، اللي بيكون مدير فندق الكونتيننتال. واكيرا بيكون واضح عليها انها قلقانه ومش على بعضها كده بسبب انها حاسه ان ابوها بيعمل حاجه كده بس مخبيها عن المنظمه، وبتقول له المنظمه يا بابا مش هتسكت على الكلام ده. فبيقول لها ابوها انا مستعد احارب المنظمه كلها عشان صاحبي القديم. فبيطلع شيمو على السطح لوحده وبنشوف جون هناك، وبيكون جون مستخبي عند شيمو، وشيمو بيقول له يا جون ما كانش ينفع تموت زعيم المافيا والمنظمه كلها عشان ترد على اللي انت هببته ده، راحوا مفجرين فندق الكونتيننتال اللي في نيويورك وموتوا كمان شيرون. فبيتضايق جون جدا عشان عرف ان شيرون مات، وشيمو بيقول له ان بنتي خايفه ان المنظمه تقرر تفجر الفندق بتاعنا هو كمان، والمجلس كله بتاع المنظمه مش هيهدى غير لما يخلصوا
يخلصوا عليه. فجون بيقول له انا اسف يا صاحبي لو هعمل لك مشاكل. فشيمو بيقول له احنا اصحاب يا جون، والصحاب مع بعض في وقت الشده. وبعد كده بنروح للقاتل تراكر اللي بيكون قاعد في اوضه الاستقبال بيقلب في الكتاب بتاعه وبيكون راسم صور لجون ويك، وبنفهم انه جه هنا عشان يموت جون وياخد الجايزه كلها. وفجاه كده بيدخل قتله من المنظمه وبيشوفهم تراكر، ولما وصلوا الفندق بيقولوا لاكيرا احنا عاوزين نقابل شيمازو، ممكن تناديه. فاكيرا بتقلق كده شويه وبتخاف وبتروح تبلغ ابوها ان رجاله المنظمه هنا وعايزين يقابلوه. فشيمو بيقول لها خليكي انت هنا مع جون وانا هنزل لهم اشوفهم عايزين ايه. واول ما بينزل شيمو بيروح لرجالته وبيقول لهم يستعدوا لاي حاجه تحصل، وبعدها بيروح لهم. فبيقول له واحد من القتله ان المنظمه شاكه ان جون موجود هنا عندك وانت مخبيه، فاحنا عايزين نفتش الفندق بتاعك كله. فبيوافق شيمو بس بيقول لهم ان ما ينفعش اي اسلحه تدخل الفندق، فسلموا اسلحتكم الاول وبعد كده ادخلوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه. فبيرفض شادي اللي هو القاتل المأجور ده وبيقول له ان اللي بعتنا ماركيه بنفسه. فشيمو بيقول له انت حاليا في اليابان فسلموا اسلحتكم بهدوء وادخلوا. وفجاه بيدخل عم كينو، وكينو برضو بيكون صاحب قديم لشيمو وبيكلمه بالعقل كده وبيقول له سلم لنا جون يا عم بهدوء عشان الدنيا تعدي، عشان مفيش حد هيعرف يتحدى مجلس المنظمه. فشيمو الراجل الوفي والنبيل بيرفض ده وبيقول لكين انت شكلك كده يالا نسيت معنى الصداقه والاخوه والوفاء اللي بينا. فشادي بيقول لهم بصوا خلاص الكلام كده خلص ومات، وبصفتي بقى اني جاي من طرف مركب نفسه فانا بعلن ان الفندق بتاعك بقى خارج المنظمه كلها. وفجاه بيطفي شيمو النور وبينور نور خفيف كده وبيكون رجالته كلهم مستعدين، وبتقوم ما بينهم حرب كبيره جدا ما بين رجاله شيمو ورجاله ماركي. وبعدها بيوصل شيمو لجون وبيقول له يهرب بسرعه من الفندق ويكمل طريقه وهو هيتعامل مع رجاله ماركي، بس بيطلب منه وهو ماشي كده يقتل له في شويه رجاله كده على الماشي عشان يكون عددهم قليل. وفعلا جون بيفضل يقتل اي حد في وشه لحد ما بيقابل كين وبيفضلوا يتخانقوا هما الاثنين سوا. وفي الخناقه دي كانت قوتهم قد بعض بالظبط وكانوا يخلصوا هما الاثنين على بعض، بس فجاه بيجي تراكر وبيضرب نار عليهم هما الاثنين، وده بيساعد جون انه يهرب اصلا. ولما كان جون بيهرب كان كل اللي يقابله في وشه كان بيخلص عليه على طول من غير رحمه. بس الشيء بقى الغريب ان تراكر والكلب بتاعه كانوا بيساعدوا جون لغايه ما بيقفوا هما الاثنين قدام بعض. فبيسالوا جون هو انت يا ابني بتساعدني ليه اصلا وايه اللي جابك هنا؟ فبيقول له تراكر ان هو اصلا من المرتزقه وانه جاي هنا عشان يموته بس مستني سعر كويس عشان يقتله يعني. وبيقول لجون انا هفضل وراك لغايه ما يجيلي فيك مبلغ كويس يا ابن الحلال وساعتها انا بس هموتك. وفعلا بيسيب جون يمشي. وبنروح بقى لاكيرا وابوها شيمو اللي كانوا بيحاولوا يهربوا بس بيلاقوا في وشهم كين مستنيهم، وكين بيطلب من شيمو يقول له على مكان جون. فبيرفض شيمو ده علشان هو راجل اصيل والله، وبيمسكوا الاثنين في بعض لغايه ما بيخلص كين على شيمو. ولما اكيرا بتشوف ان ابوها بيموت وبتروح تمسك السيف لسه، فكين بيقول لها احسن لك تمشي ولو عوزتي تنتقمي مني هتلاقيني مستنيكي. وفعلا بتمشي كيرا وهي زعلانه جدا على ابوها اللي مات قدام عينيها، وبتقابل جون في المترو وبتحكي له كل اللي حصل لابوها وبتقول له لو انت بقى ما موتش كين انا هموته بنفسي، وبتسيبه ساعتها وبتمشي. وبعد كده بنروح لوينستون هو وبوري، بيقول لبوري انه عاوز يقابل جون علشان يتكلم معاه، فبيوافق بوري انه يخليه يقابله. وبعد كده بنروح لماركي وكان جايب عنده الواد بتاع المرتزقه ده هو والكلب بتاعه، وبيقول له ايه رايك تخلص على جون مقابل 20 مليون دولار؟ بس تراكر بيرفض وبيقول له انه عاوز 25 مليون دولار. وقتها بقى ماركي ما سكتلهوش، راح مطلع الخنجر وراح راشقه في ايد تراكر وبيقول له انه يوافق على الارض اللي قدمه له ويشيل الخنجر من ايده او يسيب الخنجر ثابت ويحاول هو يخرجه من ايده بنفسه ويكون كده ثابت على المبدأ بتاعه. بس فعلا تراكر بيشيل الخنجر من ايده بنفسه لدرجه انه بيقطع ايده اصلا وبيفضل ثابت على المبدأ بتاعه. في الاخر بيتفقوا على 23 مليون دولار، وطبعا ده مقابل انه يموت جون بنفسه. وطبعا ماركي بيقول له العرض ده حياه مقابل حياه، يعني يا باشا لو ما قتلتش جون احنا هنقوم بالواجب معاك ونموتك. وبيجي تاني يوم بقى وجون بيروح عشان يقابل وينستون عشان يشوفه هو عاوز ايه. فجون بيسأله عن الزعيم الحالي للمافيا، فبيقول له ان اللي ماسك المنظمه دلوقتي ماركي ابن الزعيم اللي انت ما خلصت عليه في اول الفيلم يعني. فبيقول له جون خلاص هروح اخلص عليه هو كمان، هي مش ناقصه. فبيقول له وينستون هو انت يا عم انت مش عاوز تهد بقى وتتعلم اي حاجه من كل اللي انت عملته ده؟ وانت عارف كويس جدا ان كل لما بتموت زعيم للمافيا هيجي واحد تاني يمسك مكانه. فبيقول له جون خلاص يا سيدي انا هدور على كل اعضاء المافيا وهموتهم هم ال11. فبيقول له وينستون انت مهما عملت الرصاص بتاعك هيخلص قبل ما هم يموتوا اصلا. فبيقول له جون طب اعمل ايه يا عم الحاج انت عشان اخلص من كل الهم اللي انا فيه ده واعيش حياتي براحتي بقى واكون حر؟ فبيقول له وينستون لازم تتحدى ماركي في قتال اسمه مهارات الاسياد، ولو عرفت بقى تكسبه هيبقى وقتها من حقك تطلب كل اللي نفسك فيه والمنظمه هتنفذه على طول. فجون بيقول له انا عشان اعرض عليه طلب زي ده لازم اكون من عيله، وانا اصلا يعني زي ما انت شايف كده انا مقطوع من شجره يعني، فمش هيكون ليا الحق اني اطلب مبارزه الاسياد. فوينستون بيقترح عليه انه يرجع لجماعه روسكا روما، ودي العصابه اللي
جون نشأ فيها وتربى فيها، ويحاول انه يرجع لهم تاني عشان يرجعوا له العضويه بتاعته ويكون من عيله. ساعتها بس هيعرف يتحدى ماركي. وفعلا بيروح لهم جون، واول ما بيوصل لهم هناك وبيسأل عن كبير العيله العم بيتر، كل اللي موجودين هناك بيخرجوا البنادق بتاعتهم وبيضربوه بيها، وبعدها شنقوه بالحبل من رقبته. وبتجيله بعدها كاتيا بنت رئيس العصابه وبتقول لجون انت جاي تعمل ايه هنا بعد كل اللي انت عملته ده يا كارثه. فبيقول لها انه جاي يقابل ابوها عشان يرجع للعيله تاني عشان يعرف يتحدى ماركي واخلصكم منه بقى. فكاتيا بتقول له ان ابوها مات بسبب، وان اهم حاجه عندها انها تقتل اللي موت ابوها، ولو اتقتل احنا هنصالحك وهنخليك ترجع للعيله من تاني. فبيسالها جون عن اللي قتل ابوها مين، فبتقول له انه ابن زعيم عصابه قوي جدا واسمه كيلا، بس لازم تجيب لي بقى يا باشا اي حاجه تثبت لي انك قتلته. وبعدها بتأمر واحد من رجالتها انه ياخد جون ويوديه عند كيلا، وفعلا الراجل ده بياخد جون وهو متربط وبيوصله لكيلا. وكيلا اول ما بيشوفه بيكون مبسوط جدا، والراجل وقتها بيقول له احنا هنديلك جون تعمل فيه اللي انت عايزه، وبيسيبه وبيمشي. وطبعا كيلا ده كان فرحان جدا ان جون جاله لحد عنده من غير ما يبذل اي مجهود. وبنتفاجئ ان كين كمان بيبقى موجود هو كمان هناك، ورجاله كيلا بيمسكوا تراكر لما كان بيراقب جون، وساعتها قفشوه ودخلوه لكيلا. وقتها كيلا بقى بيقول لهم طالما احنا كده متجمعين عند النبي يبقى كلنا هنلعب قمار والخسران هيموت. وطبعا الفكره كلهم بيحبوها وعجبتهم قوي، وكلهم بقى قعدوا يلعبوا، بس جون وكين بيحسوا وهم في نص اللعبه ان كيلا بيضحك عليهم وبيغفلهم، وبداوا هم الاول بالعركه. وقتها كين وتراكر كانوا بيتخانقوا مع رجاله كيلا، وجون كان بيجري ورا كيلا عشان يخلص عليه. ولما وصلوا وبداوا يتخانقوا هما الاثنين بيضرب جون كيلا وبيرميه من فوق المبنى، وبعدها نزل جون زي الشاطر كده وقام كاسر سنه من سنان كيلا الذهبيه واخدها علشان يثبت لكاتيا انه خلص عليه فعلا. وفعلا بيبعتوا السنه دي لكاتيا، وبتتاكد فعلا ان جون نفذ المهمه بتاعته، فبتنفذ له هي كمان وعدها، وجمعت كل عصابه روسكا روما واعلنت انه جون بقى واحد منهم خلاص، وكمان حطوا له الاشعار بتاعهم على ايديه، وكده جون يبقى راجع لعيلته من تاني ويقدر يتحدى ماركي براحته. وتاني يوم بقى عم وينستون بياخد بعضه وبيروح لماركي، وكان معاه وثيقه بتثبت ان جون دلوقتي بقى من عيله روسكا روما، وبقى من حقه دلوقتي انه يطلب مبارزه الاساد. وقتها بقى ماركي بيقول لوينستون طب وانا بقى ايه اللي يخليني يا فالح اقبل التحدي ده؟ فوينستون بقى بذكائه فضل بقى من تحت لتحت كده يولع الدنيا، وبيقول له لو انت عرفت تخلص على جون في التحدي ده تكون انت الزعيم الوحيد اللي عرف يعمل اللي محدش عرف يعمله من الزعماء اللي قبلك، ولو عملت كده هتكسب شهرة كبيرة جدا وهتكون مشهور قوي. وطبعا كلام وينستون بيخلي ماركي متحمس كده مولع من جواته كده وعايز يقتله بأي طريقة، وساعتها بيوافق على التحدي. وقتها برضه وينستون بيقول لماركي ان لو جون كسب هياخد هو كمان حريته، وهترجعوا لي الفندق بتاعي من تاني، وكل التكاليف هتكون على حساب المنظمة. فماركي بيوافق برضه، ولما جه وينستون يمشي من عنده بيوقفوا ماركي وبيقول له ان لو جون مات يا باشا هتموت انت كمان معي. وتاني يوم بيتقابلوا كلهم وفعلا عند برج ايفل، وكان معاهم واحد اسمه براون، وده بقى يبقى مسؤول المنظمة. وجون كمان كان موجود وكان قاعد قدامه ماركي، وكان قدامهم كروت على الترابيزه، والكروت دي بيكون فيها ارقام، واللي هيفتح الكروت دي ويلاقي فيها رقم اعلى من التاني هيكون كلامه هو اللي هيمشي. وقتها كل واحد بيرفع الكارت بتاعه، وساعتها كارت ماركي هو اللي بيكون اعلى فكلامه هو اللي بيمشي. وبعدها براون بيسالهم عن المكان، فماركي بيقول له في اي مكان يعني مش هتفرق، وجون بيقول عند المعبد. وبعدها كل واحد بيرفع الكارت بتاعه، بس المره دي كان كارت جون اعلى في كلامه هو اللي بيمشي، والمكان هيكون عند المعبد. وبعد كده براون بيسالهم اخر سؤال ايه هو نوع الاسلحه اللي هتستخدموها، فماركي بيقول السيوف، اما جون بيقول المسدسات. بعد كده لما بيجوا يرفعوا الكروت فبيطلع كارت جون هو الاعلى. وبكده بقى يبقى التحدي وقت شروق الشمس عند المعبد، والسلاح هيكون مسدسات. والتحدي ده بقى هيبقى عن بعد 30 خطوه، ومع كل طلقه رصاصه هتقربوا من بعض اكتر 10 خطوات، واللي هيكسب هتتنفذ كل طلباته، اما بقى اللي هيخسر هيموت في نفس الوقت. وبيسالهم براون بقى حد عاوز يضيف اي حاجه، فبيصدمهم ماركي وبيفاجئهم وبيقول انه هيعين كين بداله في التحدي، وبكده يكون ماركي هيلبس جون وكين في بعض. وبيمشي بعدها جون هو وينستون وبيروحوا لبوري، وبوري كان جايب له بدله جديده عشان تحميه وقت المواجهه. ومن ناحيه تانية بقى بنروح لواحد من رجاله ماركي، هو بيقول له ازاي تراهن على شخص اعمى ممكن انه يخسر اصلا وهيتسبب في موتنا كلنا. فماركي بيقول له انه جون ملهوش لازمه اصلا ومفيش اي قيمه لحياته، وان مفيش اي حاجه هتخليه يعيش عشانها، عكس كين ده عنده بنته وعايش عشانها. وبعدين مين قالك اصلا يا فالح ان جون هيلحق انه يوصل للمكان التحدي ده؟ هيكون ربنا افتكره قبلها يا حبيبي. وبنعرف بقى ان ماركي الحربوق ده كلم واحده بتتواصل مع العصابات كلها، وبيحط لها مكافأة 26 مليون دولار على اللي هيعرف يخلص على جون قبل شروق الشمس طبعا، وده طبعا عشان جون يتأخر على الميعاد بتاعه وما يجيش، ويكون ماركي هو اللي كسب التحدي كله. وبعد كده بقى بنرجع لوينستون وبوري وجون، وكانوا بيودعوا جون عشان عرفوا ان كل العصابات هتحاول تقتله. اول ما جون بيخرج يا عيني كانت كل العصابات بتهجم عليه عشان يقتلوه، وجون طبعا كما عرفناه كان بيقتل اي حد يقف قدامه، مع ان كان عددهم كبير قوي، بس جون كان قايم معاهم بالواجب وكان بيخلص عليهم بسرعة
كبيرة جدا. وبعد خناقات كتيرة جدا بيعرف جون يوصل للسلم بتاع المعبد، بس بيلاقي السلم كله مليان برجالة ماركي ورجالة المنظمة. بس جون بتكون قوته وطاقته خلصت، بس برضه كان بيحاربهم وبيقتلهم عشان يوصل في الميعاد بتاعه. بس رجالة ماركي كانوا أقوياء جدا وكانوا لسه يخلصوا على جون، بس بيوصل تراكر في الوقت المناسب وبيساعد جون لأن جون بيبقى أنقذ الكلب بتاعه قبل كده. وكمان كين بيوصل وبيقول لجون المفروض إن إحنا نطلع سوا السلم دلوقتي قبل شروق الشمس. وعرفوا كلهم ساعتها إنهم يخلصوا على رجالة ماركي والمنظمة وبيوصلوا سوا على المعبد في الوقت المناسب. ولما وصلوا فوق بقى كان الكل مستنيهم والتحدي بيبدأ فعلا، وكل واحد فيهم بيخلع الجاكيت بتاعه المضاد للرصاص وبيقف كل واحد منهم على بعد 30 خطوة، وكل واحد فيهم حط طلقة واحدة في المسدس بتاعه. وبيبدأ براون الجولة الأولى والطلقة بتاعة جون بتصيب دراع كين، وكين برضو بيسيب جون، وبعد كده بيحطوا لهم الطلقة التانية وبيقربوا من بعض 10 خطوات وبيبدأوا الجولة التانية. بس الطلقة المرة دي بتيجي في كين، وكين برضو بيسيب جون وبيقربوا 10 خطوات برضو، وكل واحد بياخد الطلقة التالتة وبتكون المسافة بينهم قريبة قوي. وبراون بيبدأ التحدي التالت والطلقة المرة دي بتيجي في بطن جون، وماركي بيكون فرحان جدا. وكين ساعتها بيقول لماركي انا كده بقيت حر انا وبنتي صح؟ فبيقول له ماركي ايوه انت كده تبقى حر انت وبنتك. وبيروح ماركي بسرعة وبياخد طلقة وبيحطها في المسدس وبيروح لجون ولسه هيموته. وينستون بيقف كده وبيقول له الغباء والتخلف بتاعك ده وغرورك هو اللي هيخلص عليك يا باشا. فماركي ساعتها ما كانش فاهم ولا مستوعب وينستون بيقول له الكلام ده ليه دلوقتي. فوينستون ساعتها بيقول له بيفاجئه ان جون لسه ما ضربش الطلقة بتاعته، وعلى طول جون ما بيستناش بيقوم راشق الطلقة في نص دماغ ماركي بالظبط وراح مموته نفس الموتة اللي ابوه ماتها. وبعد كده جون هو اللي بيكسب التحدي عشان قتل خصمه بالطلقة الثالثة. وبعد كده كينو بيروح لجون وبيشكره انه مرضاش يقتله وعمل اللعبة دي عشان يموت ماركي. وبراون بيروح لجون وبيقول له ان دلوقتي خلاص بقى حر نفسه وان محدش ليه عنده اي حاجة. وبكده كمان هيروح وينستون عشان يبني الفندق بتاعه تاني على حساب المنظمة وهيكون مدير الفندق من تاني. وجون بيشكر وينستون على كل اللي عمله معاه، بس للاسف ان اخر طلقة ضربها كين على جون كانت خطيرة جدا. وساعتها جون قعد يفتكر ذكرياته هو ومراته، وبيموت جون على سلم المعبد الملعون ده. وتاني يوم كانت الدفنة بتاعته جنب قبر مراته، وكتب على القبر بتاعه زي ما جون وصاهم بالظبط المخلص لزوجته. وبعد كده يا جماعة تكون أسطورة جون ويك خلصت لحد كده. وبكده بقى لو عجبكم فيلمنا ووصلتم لحد هنا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني فيلم جديد قريب جدا. وسلام.